هل يجوز بإذن الله أن نخرجها نقدا؟ هنالك رأيان. رأي يقول أخرجها رسول الله طعاما في حياته كلها، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر وهذا جرى به العمل، فيركزون عليه، وهذا دليل معتبر. فمن استطاع أن يخرجها طعاما بإذن الله تبارك وتعالى فليفعل. الرأي الثاني، وهو إن شاء الله تبارك وتعالى دائما الناس كتختلف فيه وما يبغوش يتكلموا عليه واحد العدد نتاع الناس، أن تخرجها نقدا. لماذا؟ أولا لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، زيد، وسيدنا معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، زيد، وعمر بن عبد العزيز، زيد، وكثير من السلف أخرجوها قيمة وأمروا بإخراجها قيمة. أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ قال لهم، واسمه قال لأصحاب اليمن، قال لهم أعطيونا الثوب، أصحاب المدينة يحتاجون إلى الثوب، فاعطوها له قيمة، ما اعطوهالوش طعام، الثوب لا يؤكل. من هنا فهم الناس أنه ممكن أن تعطى قيمة، ولذلك جرى بهذا العمل عند الإمام أبي حنيفة وعند الكثير من العلماء وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا يا سيدي أنت دير هذه واللي دير هذه ما كحتى مشكل. لماذا هذا الصراع دائما؟ واللي نزيدها لكم أكثر واسمه هي الناس اللي ما إن شاء الله يعرفوا الأصول وكذا. من قال النبي صلى الله عليه وسلم المقصد نتاع زكاة الفطر قال غنوهم في ذلك اليوم. ما معنى غنوهم؟ أي حققوا لهم الغنى في ذلك اليوم. ومن الذي يحقق الغنى للفقراء في ذلك اليوم؟ وش الطعام ولا غيره؟ إذا كان الطعام أعطيه الطعام. ولكن هنالك إن شاء الله هذا المعنى كيسمى هذا المعنى معقول، هذا المقصد عنده معناه معقول. غنوهم أي أن الذي يحقق لهم المصلحة بالنسبة للفقير هو الأولى بالاتباع، لأن كاين مقصد